عجيبة وغريبة. ايه هي اللي عجيبة وغريبة يا عم محمود عايد؟ هقول لك دلوقتي. فريق بيراميدز لحد دلوقتي ما قدرش انه يحقق بطولة واحدة. فريق بيراميدز اللي من اول ما تركي الشيخ قال لك انا هاجي وهشتري فريق الاسيوطي واحوله لفريق الاهرامات اللي هو بيراميدز باللغة الاجنبية او الانجليش، من 2018 و19 ما حققش بطوله واحده. تبقى حاجه غريبه وعجيبه. فواحد يقول لي يا عم عادي، ايه المشكله؟ هقول لك لا، مش عادي. لو هنيجي نبص للفرق اللي قدرت انها تحقق بطولات في مصر وفرق ما عندهاش جماهير، هنلاقي فرق كتير. ابرزهم فريق المقاولين العرب اللي قدر يفوز بالكاس ويفوز بالسوبر ويفوز بالدوري ويفوز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، يفوز بكل البطولات دي بوجود أهلي وزمالك وما كانش عنده جمهور وفريق شركات. يبقى حاجة غريبة وعجيبة. لما نيجي نبص لفرق حديث العهد لسه شايفينها من قريب زي فريق سيراميكا وفريق فيوتشر، انهم يفوزوا برضه ببطولة او ببطولات في الوقت الحالي، وفريق بيراميدز اللي عنده الامكانيات الاكتر والفلوس الاكتر والفنيات الاكتر والرز اكتر، وفي الاخر ما قدرش برضه انه يفوز لحد دلوقتي ببطولة واحدة. يبقى دي فعلا حاجة غريبة وعجيبة وحاجة بعيد عن كرة القدم. مش هتكلم بحسابات الفريق ده اتعمل ليه واتعمل ازاي والمنافسه ما بينه وبين الاهلي والكلام والتيت والشريط وكل الكلام ده كله، لان لو هنيجي نبص لكل المواجهات ما بين اهلي وبيراميدز هتلاقي الاهلي بيدي بيراميدز على قفاه وياخد منه بطولات ويديله برضه على قفاه ويقول له يلا يلا عدي من هنا. ولكن كفريق انت كبيراميدز وعندك امكانيات رهيبه وعندك لعيبه جامده جدا، عندك امكانيات تقدر انك تفوز بدوري وتفوز بكاس وتنافس بقوه على بطوله افريقيا اللي انت فيها وهتطلع من دور المجموعات، خد بالك، مع مازيمبي وصن داونز، ولكن ده مش حوارنا. ولكن انك يكون عندك ده كله وتقعد تقول اصل انا عندي نقطه وهي نقطه مش عندي وعند المنافس، وهي ايه النقطه؟ يقول لك الجمهور. هقول لك المقاولين قدر يفوز عادي ببطوله، هقول لك الاولمبي قدر يفوز عادي ببطولات، هقول لك فيوتشر وسيراميكا قرايبك لسه جداد معاك قدروا ان هم يفوزوا برضو ببطوله او بطولات عادي برضو. لكن انت كبيراميدز ما قدرتش انك تفوز، فيبقى كده الموضوع بعيد عن كره القدم وانك عندك مشكله. فالمشكله بقى انا ما اعرفش ايه هي، ولكن نصيحه مني ليكم: لا اما تجيبوا حاجه تذبحوها باربع رجول او فرختين، لا اما تقفلوا النادي اللي ملوش اي لازمه ده. وكفايه عظمه لحد كده.